أهلا بكم من جديد، وبنتابع مع بعض أحداث مسلسلنا في ملخص متلخص. بتبتدي الحلقة بالتحقيقات في القضية اللي حصلت امبارح، وبعد فحص للمكان وكل شيء ابتدوا يحطوا مؤشرات أولية لجريمة القتل، وساعتها عرفوا إنها احتمال بنسبة 90% انتحار، بس في اختفاء لأداة الجريمة، وفي نفس الوقت اللي انتحرت في بيت مش بيتها. وبعد ما الضابط قال التقرير أو المؤشرات الأولية حوالين الجريمة، ابتدوا يهدوا فيروز من صدمتها من المنظر اللي شافته. والضابط نزل تحت وكلم مختار السويفي المحامي بتاع العيلة، وبعت يجيب عمر وعلي علشان يستجوبهم وياخد شوية معلومات، لكن طبعا ما فيش أي دليل ضدهم لأنها تعتبر جريمة مجهولة، بس لو ظهر أي شيء ممكن جدا الأمور تتطور. وبعد ما الضابط مشي، عمر لاحظ حاجة غريبة. وقفت والدته سعاد مع عمه مختار السويفي، كانت غريبة وبشكل مريب، ويبتدوا يتكلموا مع بعض في سرية تامة. ويظهر صلاح ريان وهو بيتكلم في التليفون مع واحد من الرجالة بتوعه، وطبعا أكيد ومؤكد كمان إنه وراه مصيبة كبيرة. وكلهم راحوا عند بيت سعاد لأن أعصابهم كانت تعبانة ومش هيقدروا يقعدوا النهاردة في بيتهم بعد الجريمة اللي حصلت. وبعد كده لما طلعوا على الأوضة علشان يغيروا هدومهم، عمر وقف مع سعاد وابتدى يقول لها: أنا ملاحظ إن في حاجة غريبة، هو في حاجة أنا معرفهاش وانتي وعمو مختار تعرفوها؟ قالت له: إيه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجة طبعا، وبعدين احنا طول عمرنا كده. قال لها: ماشي تمام. وما فيش ثانيتين دخل أوضته لقى كارثة جديدة، وهي جريمة قتل وأيمن اتقتل. في اللحظة اللي عمر بيشوف فيها أيمن مقتول، بيسترجع الذكريات بتاعت ندى مراته لما عمل حادثة وماتت في العربية، ومن كتر ما هو مركز في ذكرياته المؤلمة هو بيحرك البرواز بتاع صورة ندى مراته، وقع على الأرض اتكسر. والضابط كان موجود علشان يحقق ويسأل إيه اللي جاب جريمة القتل دي هنا وإيه الحكاية دي بالظبط. والضابط بيرجع ويأكد إن هو هيعمل لهم استجواب مرة تانية علشان ياخد منهم شوية معلومات لغاية ما يظهر أي دليل يحرك القضية في اتجاهها الصحيح. بس اللي واضح كده إن الموضوع مقصود، والموضوع كبير لأن فيه 2 اتقتلوا في نفس الفيلا. المهم بقى منى المنهارة الموت جوزها، وطبعا بيحاولوا يواسوها ويهدوها، وبصراحة كده هي مش منهارة قد كده، واضح كده إنها ما كانتش بتحب أيمن جوزها، شكلها كده اتجوزته جوازة مصلحة يعني، أو جوازة يعني كده علشان تخلص من والدتها، لأنها كانت بتكرهها كره العمى علشان والدتها بتحب عمر بشدة وبتفضلوا عليها، وده عامل لها عقدة من وهي صغيرة. والدتها بقى بتحاول تهديها بس مفيش فايدة، وبتقول لها: منال، على فكرة أنا هطلع للضابط وأقول له إن كان في خلاف كبير ما بين جوزي وما بين عمر ابنك، أنا هوديلك عمر ده في 60 داهية. ومن كتر الكلام الجارح اللي قالته منال لوالدتها، والدتها اتعصبت عليها وضربتها بالقلم على وشها. هنا بقى فيروز بعد انهيارها الشديد بتستأذن سعاد إنها تطلع ترتاح شوية، لأنها يا عيني مش قادرة تستوعب كل اللي حصل النهاردة. لكن وهي خارجة من الأوضة ظهر على وشها ابتسامة صفرة، وصفا بقى بتكلم جوزها في التليفون، وفي نفس الوقت بتهون على منال أختها وبتحاول تهديها وبتسمع منها كل حاجة. ومنال بتطلع اللي جواها وبتطلع مشاعرها ضد اخواتها. وبيظهر عمر وهو مع نفسه وبيعمل فلاش باك، وفي اللحظة دي بيفتكر آخر عركة كانت ما بينه وما بين أيمن، وساعتها كان في تهديد قوي جدا لأن أيمن ما كانش مظبوط وعمر هدده بالرفض. وبعد كده دار حوار ما بين عمر وما بين علي، وكان مغزى الحوار إن هما ممكن كده يروحوا في داهية هما الاتنين لو التحقيقات دي ما قدرتش توصل للجاني الحقيقي. وساعتها عمر بيخفف عن علي وبيقول له: ما تقلقش، احنا مع بعض وانا في ظهرك. ومختار بيعمل اتصالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي اللحظة دي ساعتها بتدخل عليه سعاد وبتتكلم معه وبتقول له: أنا شايفة إن الزمن ابتدى يعيد نفسه. قال لها: أنا مش عايزك تتكلمي كتير، ممكن تهدي شوية علشان نعرف نتصرف. وساعتها عمر بيدخل عليهم وبرضه بيحس كده ان الكلام مش طبيعي وفي الغاز هو مش فاهمها. هنا بقى بيظهر واحد من رجاله صلاح ريان وبيقول له: اللي انا حسيته معاك انك لا عندك عزيز ولا غالي، ده انت خلصت على ايمن، وايمن ده كان المفروض يعني. فبيقول له صلاح: بقول لك ايه، خلينا في شغلنا احسن. وبتظهر فيروز هي وجوزها وهي بتحاول تتجادل معاه في كل حاجه حصلت، وهو بيحاول يقنعها ان الوقت ده ما بقاش مناسب لاي مناقشات، لان هو فيه اللي مكفيه ولازم هي تستوعبه لان هي مراته، والمفروض بقى انها تقدر كل الظروف اللي حصلت. ولما بيزهق من الحوار وانها مش قادره تستوعبه بيسيبها وبيمشي. وصلاح ريان بقى بيروح لمنال البيت علشان يعزيها، صاحب واجب من صغره والله. المشكله ان في الوقت ده عمر برضه بيوصل، لانه قال لصافي ان هو لازم يروح لمنال ويهديها لان جوزها يعني مات. واول ما عمر وصل البيت لقى صلاح ريان هناك. صلاح مد ايده علشان يسلم على عمر، لكن ساعتها عمر رفض يسلم عليه، بس صلاح بارد وما بيهموش وبيحاول يبرر لعمر عن سبب وجوده في بيت اخته. وبعد كده
بيستأذن علشان يمشي وبيمد ايده للمرة التانية، لكن هنا عمر بيرد السلام. وبعد ما بيمشي مباشرة بيجي الحوار ما بين عمر ومنال، وطبعا بيدب خناقة بينهم لأن منال مصرة على موقفها إنها بتكره عمر، وده بسبب المعاملة اللي والدتها عملتها بيها من وهي صغيرة، وخلت ما بينهم علاقة الحقد والغيرة توصل لأقصى درجة فيها. بدأت الحلقة إن عمر بيقول لمنال وأنا أعمل لي كده، وزي ما أنا عندي مشاكل مع أيمن أنت كمان كان عندك مشاكل مع أيمن. فبتقول له أكيد بقى صافي اللي قالت لك صح. فبيقول لها عمر لا، أيمن نفسه هو اللي قال لي كده. فبتستغرب منال وبيكمل عمر وبيقول لها اصلا انا قفشته وهو بيخونك، فاضطر ان هو يقول لي المشاكل اللي ما بينكم. فبتقول له وما قلتليش ليه؟ علشان طبعا اكون انا اختك الهبله اللي واخده على قفاها، علشان ما سمعتش كلامك لما قلت لي بلاش ايمن ها. وساعتها عمر بيقول لها لا طبعا، وبعدين هو انا ليه كل ما اعمل لك حاجه حلوه انت بتشوفيها حاجه وحشه؟ انا جيت النهارده علشان اسمعك، ده انا بحبك وانت اختي وما اقدرش ابدا في يوم ان اذيكي، وجيت لك النهارده علشان اسمعك. نروح بقى لابو مختار السيوفي واللي واقف مع عم توفيق السواق، وبيبقى زي صاحبه كده وبيقول له المشوار ده تقيل قوي على قلبي. وساعتها عم توفيق بيقول له احنا اتعلمنا منك الحكمه والصبر، فانا متاكد ان انت هتعرف تعدي المحنه دي. وساعتها بيخش علشان يقابل ابنه هيثم اللي مفهم الناس كلها ان هو بيدرس بره بس هو بيتعالج في مصحه. وساعتها بيخش عليه وابنه بيقول له غريبه يعني اول مره تجيلي الصبح، ما جيتش ليه بالليل؟ انت طلعت معاش ولا ايه؟ وساعتها بيقول له مختار لا، انا اللي طلعت نفسي معاش علشان افضلك واجي اقعد معاك واعوضك كل السنين اللي انا ما كنتش معاك فيها. وساعتها هيثم بيقول له وانا قاعد بقى مستني سيادتك تعطف عليا وتمارس دور الاب وتسيب الشركات والمخازن والفلوس الكتير اللي انت عملتها دي، صح؟ انا مش بمزاجك، انت عايز تبقى مدير وشغال وصاحب اعمال تمام، وقت ما تبقى عايز تبقى اب انا مش شخشيخه في ايدك، انا النقطه السوداء اللي في حياتك، انا اللي هخليك ماشي في وسط الناس راسك محنيه في الارض. وساعتها بيحاول مختار يفهمه انه هو بيحبه ويخاف عليه، بس ابنه بيبقى مصمم وبيقول له كلام جارح جدا، وساعتها بيسيبه ويمشي. وبيحاول هيثم في الوقت ده ان هو يخرج بس بيبقى في حراس واقفين وساعتها بيمسكوه. اما عمر بقى بيروح عند فيروز وبيقول لها البقيه في حياتك، وهي بتقول له انت شفت منال كانت بتقول ان كان في مشاكل بينك وبين ايمن وان انت ممكن تكون اللي عملت فيه كده. فبيقول لها دي مشاكل عاديه وموجوده في اي شغل مش اكتر من كده، وبيسيبها وبيمشي. نروح بقى لصلاح ريان اللي بيخش اوضه سريه عنده في الفيلا وبيفتح خزنه مليانه ذهب وبيفضل يحط في الذهب. المهم بقى بيجي له تليفون من ادهم وبيقول له صلاح ايوه يا ادهم اطمن الذهب معايا دلوقتي وكمان برصه في الخزنه، استنى بس اشوف مين على الباب. وبيسيب الخزنه مفتوحه والباب مفتوح، طبعا بيطلع ناس حراميه وبيعملوا معاه الجلاشه وبيسيبوه على الارض وبياخدوا الذهب. نروح بقى للاستاذ علي وهو مروح بيلاقي استاذه فيروز عماله بتلم في هدومها، فبيقول لها لا 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 ما تعمليش كده، انا مقدر كويس اللي انت فيه، ليه كده؟ انا مش زعلان منك. فبتقول له لا انا لازم اريحك مني ومن غيرتي، اصلا انا بحبك قوي. وهو بيقول لها لا لا ده انت روحي، هو انا اقدر اعيش من غير روحي؟ وساعتها بتقول له يعني انت كده سامحتني عادي؟ لا يبقى انت كده بتخوني. فبيقول لها لا هو كده كده انا ما عملتش حاجه، انا بس بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. وساعتها هي بتقول له وانا بحبك، هو انا ليا في الدنيا غيرك؟ هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ فهو بيقول لها ده انت تأمري. فبتطلب منه انه يجمع عمر ومنال بتقول ايه يا علي هي مجمعنا ليه؟ وساعتها لسه هيغلط فيها عمر، فبتخش فيروز وبتقول له بص يا عمر علشان انت كنت المفروض دلوقتي اجيب عم مختار السيوفي واجيب العيله كلها ونسمع الفضايح، بس انا مرضتش، يلا يا علي قول انت سمعت ايه؟ وساعتها بتقول منال لعمر لو في حاجه انت مخبيها قولها. وساعتها بيقول لهم انا ما اعرفش اي حاجه. وهنا بتقول له كنت عامله حسابي وعارفه ان انت مش هتتكلم فهمتك. وبتقوم جايه مطلعه موبايل وبيكون تسجيل مكالمه ما بين عمر وعلي، وعمر بيقول لعلي قول لايمن لو ما نفذتش اللي انا عاوزه انا هعمل معاه الجلاشه. وهنا طبعا منال ما بتصدق وبتبقى عارفه اخوها قال لي كده. وعمر بيسأل علي ما تعرفش فيروز عايزانا في ايه؟ فبيقول له لا. وفيروز بتيجي وبتقول له انا معايا الدليل اللي بيدينك يا عمر، وبتطلع التسجيل اللي كان بعته عمر لعلي وبيقول لو ايمن ما عملش اللي انا عاوزه انا هعمل معاه الجلاشه. وساعتها علي بيقول لها لا انت كده تماديتي كتير. وهنا طبعا فيروز بتسيبه وبتقول لمنال انت يرضيك الكلام ده؟ وطبعا لانها عارفه اخوها عمل لي كده فبتسكت. فبتقول لهم انتوا كده متفقين مع بعض. وبيقول لها عمر لا الزمي حد كويس، وانت على فكره كان في بينك وبين ايمن مشاكل كتير جدا،
ويمكن انت اللي تكوني عملتيها. وهنا علي بقى بيجيب اخره وبيرمي الموبايل على الارض وبيقول لها انت اصلا ازاي تفتشي موبايلي وتاخدي تسجيلات من عليه؟ فبتقول له انا عملت كده علشان اجيب حق اخويا. المهم علي بيقول لها كفايه قوي لحد هنا وتفضلي اطلعي بره. عمر طبعا كان بيشوف ده كله وبيبقى مبسوط. وبعد ما بيمشي علي من الاوضه بيقول لمنال انت عارفه انا عملت كده ليه طبعا؟ فبتقول له وهو ساعتها بيطبطب عليها وبياخدها في حضنه. ادهم بقى بيروح على طول لصلاح ريان وبيقول له اللي انت عاوزه حصل. بكره السوشيال ميديا كلها مش هتتكلم غير على حاجه واحده بس، هي عيله السيوفي واللي حصل فيها. هنا بقى صلاح بيقول له برافو عليك، انا عايزه اكون الايد الوحيده اللي هتتمد لعيله السيوفي وكل اللي حوالينها. نروح بقى لفيروز اللي عماله بتشتكي لفريال اللي حصل، وان علي مجرد ما بيبقى قدامها عمر على طول بيختار عمر. ففريال بتتعصب من بجاحه اختها وبتقول لها ما تسيبيهم في حالهم انت مالك. فبتقول لها فيروز عمر رفضني. قالت لها فريال بصراحه انت في نعمه كبيره ومش حاسه بيها، في غيرك بيتمنى ان حد يحبه ربع الحب اللي علي بيحبه لك، بس انت مش مقدره ده. ساعتها بقى فيروز بتشك في اختها واختها بتحس انها لخبطت في الكلام فبتقول لها عن اذنك داخله لخالتي. نروح بقى الرضوى اللي طلعت في الاخر اخت صلاح ريان وتكون مدرسه في المدرسه اللي فيها عيال السيوفي كلها، وبتكون عماله تقول لهم تخيلوا انكم شجره لو جذورها ثابته جدا في الارض وجات رياح قويه جدا الجذور مش هتتحرك، يا دوبك الورق هو اللي هيتحرك، وان انتوا لازم تتخيلوا نفسكم شجره بتميل في الهواء يمين وشمال وبتكون بتعزز ثقتهم بنفسهم. وبيكون في الوقت ده عمر قاعد وابن علي قاعد برضه قدامه وعمال بيلعب جيمز. وهنا بقى بتقول له ممكن توطي صوتك، وساعتها بيقول لها الولد بيلعب فيها ايه يعني، ما يعلي صوته براحته، هو احنا يعني فين بالظبط؟ وبعد كده بتنزل تعرفه على نفسها وان هي دكتوره وان هي متخصصه في الطب النفسي، وقالت له انا عاوزه اتكلم معاك بسبب ابن علي ده لانه بصراحه عامل مشاكل كتير ودايما بيلعب جيمز وكده، وان هو لازم يهتم شويه بنفسه وبدراسته. ساعتها هو بيقول لها خلاص هنشوف الموضوع ده، يلا اطلعي كملي الشجره اللي انت بتعمليها. فبتقول له ان هي مبسوطه جدا ان هو هيتابع معها الشجره، وبالفعل بيقعد وهي بتطلع على المسرح وبيبدا العيال يمثلوا قدامه اللي هي بتعمله والكل بيبقى مركز. نروح بقى لصفا اللي في المدرسه وبتكشف على ابنها وبتقول له الدكتور انها حاسه ان هو محسود، ده الولد ما بيلحقش يخف. قال لها عادي هو حاله خاصه، وكمان الاطفال في السن ده على طول بيمرضوا، وفي حبه تحاليل كده هتعمليها وهيبقى زي الفل. عايزين نعرف ايه سبب الخمول اللي عنده وان هو مش بيلعب ومش بيبقى نشيط مع الاطفال. وهي بتقول لنفسها ان ابنها بيبقى طبيعي زيه زي بقيه العيال. وهنا بقى رضوى بتروح لعمر وبتقول له ايه رايك بقى في حوار الشجره ده؟ قال لها لا بصراحه في الاول كنت بفكر الموضوع اهبل كده وملوش اي ابعاد نفسيه، بس لا ده فعلا عندك حق. هو انت قلتي لي بقى انت اسمك ايه؟ فقالت له اسمي رضوى. فبيقول لها تمام ماشي يا دكتوره رضوى، وانت دارسه بقى ايه؟ فقالت له طبعا ده انا دارسه بره، وبيخلص معاها كلام وبيمشي. وهنا صلاح بيبدا يقلق من عمر وان عمر مش سهل وبيقول له اوعى تفهمني غلط. فقال له لا ما تخافش عليا، انا فاهم كل حاجه وفاهم هو بيعمل ايه كويس وشايف كل حاجه. وساعتها بيقول له تمام عموما انا اتمنى الشراكه مع عائله السيوفي، وبخصوص اللي حصل على السوشيال ميديا ده لا ده انا اول واحد يدعمكم وانا بحب العيله دي حب الهي. وساعتها بيقول له خلاص تمام ماشي تشرفنا بحضرتك. وبيمشي صلاح ريان وهو عارف ان خصمه مش سهل ابدا وان هو هيوريه النجوم في عز الظهر. وبعد كده عمر بيجي له تليفون فلقى حاجه غريبه، ايمن دايما كان بيعمل مكالمات من شقه معينه، هبعت لك لوكيشن بتاعها. وساعتها عمر بيبص لعنوان الشقه وبيقف كده صامت وبيلاقي نفس الشقه داخل فيها مين؟ علي، مع ان علي كان شكله طيب وما يطلعش منه حاجه الا انه بيبقى هو اس البلاوي كلها. وبدا يدخل الشقه دي وبيفتح درج وبيبدا يدور على شاحن ويشحن موبايلات وبيبقى حافظ الشقه كويس حته حته. بس في حاجه غريبه قوي يا ولاد وانتم اخواتي ولازم اوضحها لكم، في صوره الايمن كانت موجوده وقلبها. ساعتها الموضوع كده بيبقى فيه شك، وهنا على طول بيقول لنفسه في المرايه انا ما كنتش متصور ان الامور ممكن توصل لكده. ولقى موبايل في الدرج ففتح ومسح كل الصور اللي عليه علشان يعني لو البوليس قفش الشقه هنا يبقى هو في امان الامان. وبيقول انا ما كنتش عاوز الموضوع يوصل لحد هنا، وبيفضل بقى يردد العباره دي كتير وهو واقف بقى بيتامل. عمر كان في الطريق وهنا الصوره بتوضح لنا، وبيروح بقى يشوف مين قدام الباب، لقى عمر وساعتها قلبه بيترجف من الخوف.